السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي. معاكم ولاء الزهيري. النهاردة إن شاء الله هنعمل بسكوت التمر بدون زبدة، حاجة اقتصادية بكام شكل كده، أشكال جميلة جدا هنفرح بيها أولادنا بقى في وجبة فطار مع كوباية شاي بلبن، مع كوباية شاي. بجد طعمه كان حلو جدا ورائع وريحته حلوة. حطي بقى في لانش بوكس مع أولادك، فرحيهم بيه. بجد الوصفة حلوة جدا وسهلة ومخدتش معانا وقت. ويلا بينا عشان نشوف وصيتنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا شيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا بقى عشان نشوف مقاديرنا ونشوف وصفتنا اتحضرت ازاي. يلا بينا. مقادير النهاردة أنا معايا عبارة عن كوبايتين دقيق، عليهم رشة الملح بتاعتنا، 3 معالق كبار لبن بودر بتدي طعم حلو جدا وفي نفس الوقت عشان فايدة لأولادنا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة أو رشة كده كيسين فانيليا. طبعا كان يفضل انك احط الفانيليا على البيض، بس بنتي طبعا كانت واقفة جنبي لهتني خالص. هبتدي اجهز بقى البيض بتاعي، معايا حبايتين بيض. يفضل ان يكونوا حبايتين بيض صغيرين مش كبار، لان لو الكبار هياخدوا منك نسبة دقيق اعلى. هنزل عليهم نص كوباية من السكر حبيبات وناعمة، وهضرب مقادير دي كويس جدا كده لمدة دقيقة لحد ما البيض يتجانس معايا واحس ان السكر بتاعي دايب معاكي. قلبت كده لمدة دقيقة لحد ما حسيت زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده كده. هبتدي انزل عليهم بنص كوباية من الزيت. يستحسن يكون زيت ملوش ريحة عشان ما يأثرش معاك ان في وصفتنا. قلبنا بقى كويس جدا. هبتدي انزل بقى بالمواد الجافة بتاعتي اللي انا مجهزاها، وانزل بيها على البيض والزيت بتاعي. هنزل بقى بالدقيق وابتدي اقلب كده بالسباتشوله في الاول بالراحه، وبعد كده هعمل بايديا لحد ما اخلي احس ان هو تجانس، لان انتوا عارفين طبعا ان البسكوتات والحاجات دي مش بتحب تقليب كتير عشان ما تبقاش ناشفه معانا، تكون دايبه معانا وطعمها حلو. نزلت بقى بايديا كده وقلبت واحده واحده لحد ما حسيت ان الدقيق خلاص دخل في قلب المكونات بتاعتي وبقى جاهز معايا. هحطه بقى، غطيه كده بكيس واحطه في التلاجة لحد ما اجهز الحشوه بتاعتي. جبت التمر بتاعي او العجوه بتاعتي ونزلت عليه باربع معالق من الزيت ومعلقتين من اللبن، وابتدي اقلبهم كويس جدا. طبعا اللبن والزيت بيديله طراوه حلوه، ما بيخلوش ينشف معاكي لما يتحط في النار. ونزلت بنص معلقه صغيره من الفانيليا. النكهات دي تقدري تغيري زي ما انت عايزه، فانيليا، قرفه، ماء زهر، موارد اللي انت عايزاه. كده بقى الحشوه بتاعتي جاهزه وطريه معايا العجوه. وجبت طبعا الحشوة البسكوت بتاعتي من التلاجة، تماسكت شوية وريحت شوية، بتديكي نتيجة حلوة لما تسيبها تريح شوية. هبتدي اديها كور كده عشان نعمل اول شكل من اشكال البسكوت بتاعنا. عملت كورات كده طبعا على حسب الحجم اللي انت عايزاه، ومسكت ممكن بقى على كيسة على الكاونتر بتاعك زي ما انت عايزة. بس انا حسيت ان ما فرقتش من كيسة من الكاونتر او الرخامة بتاعتك، ما فرقتش. هبتدي افرد العجوة بتاعتي او التمر بتاعي على شكل مدور، لان انا عايزه نفس الشكل نفس الحجم بالظبط بتاع التمر بتاعي، يكون نفس حجم البسكوته بتاعتي او العجينه بتاعتي. هبتدي اعمل طبقه من العجينه وطبقه من التمر بتاعي وطبقه تانية من العجينه، يعني التمر بتاعي هيكون موجود معايا في النص معايا. هبتدي اسويهم كده الاتنين كده مع بعضهم، الطبقات كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. حطيت طبقات فوق بعضهم وضغطت عليهم عشان يبقوا متماسكين مع بعضهم. هحاول كده اسويها واخليها على شكل مدور كده او شكل يعني ايه، مش هتفرق معاكي يكون بيضاوي قوي يعني، لان كده كده هنبتدي نقطعه فمش هتفرق. جبت قطعت البيتزا بتاعتي وعملت كده شرايط كده رفيعه خالص، مش للاخر، سبت جزء منها زي ما انتوا شايفين. وابتديت اديتها لفه كده بايديا زي لفات حلزونيه، وادخل طرفها للاخر. يا رب تكون انا عارفه يعني ايه. الكلام مش هيوضح، هو الشغل بتاعي او العملي هو اللي هيوضح معاكم زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. بجد كان شكلها حلو جدا، بس طبعا انت ممكن تصغري الحجم لو انت الحجم ده حسيتي ان هو كبير ممكن تصغريه. زي ما انتم شايفين سويته كده وشكلها كان حلو قوي قوي وكانت جميله، وعلى فكره كانت مقرمشه قوي وكمان طعمها كان حلو قوي. هبتدي اعمل واحده تانية كمان معاكم عشان ايه تثبت معاكم الشكل. طبعا انا ممكن انا صغرته بعد كده، في عملت اشكال تانية اصغر، وفي حجم زي ما انتم شايفينه بالمنظر ده. حطيت طبعا انا حطاها في اللانش بوكس معاهم، كانت جميله جدا وكانت حلوه جدا، كانت واحده منهم كفايه جدا في اللانش بوكس، كانت مكفيهم. طبعا دي الكوره كانت كبيره شويه، مش هتفرق معانا، تقدري تقطعيها بسكينه تسويها لحد ما تبقى كلها حجم واحد. حجم التمر بتاعنا نفس حجم العجينه بتاعت البسكوت بتاعتنا.
عملتها كده ابتدي اعمل الطبقه الثالثه بتاعت العجينه بتاعتنا زي ما اتفقنا ان التمر لازم يكون في النص بتاعنا. هسويتهم كده فوق بعضهم واديهم ضغطه بسيطه كده ان انا اخليهم يندمجوا ايه يخشوا مع بعض. وهجيب بقى سكينه، اجيب القطاعه بتاعتي اللي موجوده عندك ممكن تقدري تعمليه. قطعت الشرايط بتاعتي كده. يا رب تكون واضحه معاكم طريقه الشرح تكون واضحه عملي احسن. زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده، بديها لفات كده عشان تديني الشكل الحلزوني. سهله جدا بجد، ما خدتش وقت جدا، بس كان شكل جديد كده ومختلف للاولاد يعني يفرحوا بيه. اهم حاجه الطرف بتاعك تدخليه لورا كده، يعني هو مش كده كده هي مش هتفرد قوي لان نسبه البيكنج باودر ما فيهاش خميره ولا حاجه. يا دوبك دخل طرفها كده معايا وكده خلصت معايا الشكل الاولاني. هبتدي بقى اعمل معاكم الشكل التاني على شكل الورده بقى او شكل دوار الشمس. حطيت التمرايه في وسط العجينه بتاعتي وقفلت عليها كويس. وما تخافيش التمر بتاعنا مش هينشف لان اللبن والزيت اللي معانا بيخليه يطلع طري جدا مهما قعد معاكي ما بيجروش حاجه. ضغطت عليه وفردت معاه بالمنظر ده. وجبت كورنيش صغير اللي انا بزوق بيه الصغير ده وحطيته في النص عشان احدد الورده بتاعتي تبقى عامله ازاي. جبت بقى القطاعه بتاعتك او بسكينه واعملي اشكال كده بورب كده او شكل يعني شكل خط زي ما انت عايزه. حتى لو عملتيه مستقيم هيدي برده نفس النتيجه بتاعتي. بس انا حبيت ادي الورده كده ميل كده معايا. اديتها التقطيعه بالمنظر ده كده ثبتها اكتر لان طبعا على ايديا ما كانتش مقطوعه للاخر. فيفضل انك انت تعمليها على الرخامه. انا حبيت اقول لكم ان هي ممكن تقدري تعمليها بالسكينه وممكن تقدري تعمليها بقطعه البيتزا بتاعتنا. قطعت بالمنظر ده كده بميل بسيط كده او ممكن تقطعها مستقيم زي ما قلت لك. وابتدي الف الورده بتاعتي عشان تدي شكل الوردات الورق بتاعها ملفوف كده وتبان العجوه بتاعتنا اشكال فيها يعني ما تبقاش واضحه كده. انا عملت جزء من غير ما الفه، واحده قبل كده والتانيه لفتها بالمنظر ده. زي ما انتوا شايفين اديتها لفه كده فالميله بتاعتها مديه الخط كده بتاعت ورقه العباد الشمس شكلها كان حلو قوي. هبتدي اوريكم برده شكل تاني برده نفس الشكل برده. هتجيبي بقى العجينه بتاعتك وتحطي فيها التمر بتاعنا في النص ونقفلها ونبتدي نقطعها برده بالسكينه. انا حبيت برده اصغر الحجم بتاعي، لو عايزه حجم كبير حجم صغير ده على حسب تقطيعاتك وحسب ما انت ما بتحبي. قفلتها وضغطت عليها كويس جدا وابتديت اقطع العجينه بتاعتي. عشان حته عجوه بقى جت في الوش كده فوق. ابتدي احط الكورنيه بتاعي في النص او اي حاجه مدوره، ظهر المعلقه ظهر سباتشوله اي حاجه مش مهم يعني تكون الكورنيه ده. ان انا بس يا دوبك بضغط عليها كده ان هي تبين الدايره تبين لك نص الورده بتاعتك. وابتديت قطعتها بنفس القطعات كده زي ما انتم شايفين بظهر السكينه او بالسكينه بالمنظر ده. وابتدي الف الوردات بتاعتي او اسيبها كده. يا رب يكون الشكل واضح معاكم. بجد الشكل كان كيوت جدا وجميل جدا. اشكال مختلفه كده تفرح بيها اولادنا. طبعا حبيت ازين كده الورده بتاعت عباد الشمس. جبت كده السمسم وحطيته في نص الورده بتاعتنا. اديت ضغطه بسيطه كده عشان السمسم يخش فيها. حاجه بسيطه خالص كده وحطيت في المعلقه الصغيره السمسم فادت شكل حلو جدا للورده بتاعتنا. هنعمل بقى الشكل الكيوت بتاعنا الصغنطوط خالص ما خدش مننا وقت. عملت كور صغنطوطه خالص كده وحطيت على ظهر الشوكه بتاعتي وضغطت عليها ضغطه بسيطه. جبت التمر بتاعي كنت مقطعاه قطع صغيره على قد كده حجم نوايه البلح بتاعنا وحطيتها في قلبيها. بحطها واضغط ضغطه بسيطه على الشوكه بس تديني شكل الشوكه. واحط التمر بتاعنا بالقطع الصغيره بتاعته واديها لفه بسيطه قفلت معانا. عايزه اقول لكم ما خدتش وقت معانا خالص وكانت كيوت حاجه صغنطوطه كده وكانت جميله جدا جدا. يا رب تكون اشكال النهارده كده عجبتكم وتغيير كده لاولادنا حاجه تعجبهم. كان البسكوت كان رائع جدا وطعمه حلو قوي قوي وكانت ريحته كمان كانت جميله وحاجه اقتصاديه وحاجه تعجب اولادنا. شايفين الشكل الكيوت ما خدش مننا وقت خالص ازاي. قطعتي وجهزي ولفي كله. الثلاث اشكال بتوعنا جاهزين معانا. ولعت الفرن بتاعي على درجه حراره 170. يكون طبعا قبل ما تحطيه يكون مشغل مسبقا قبل منه الفرن يكون سخن معاكي بس مش سخن قوي. حطيتهم بقى في الصاج بتاعي وابتدي احطهم في الفرن بتاعي. خدوا معايا يا دوبك تلت ساعه بالظبط وكان اخدت اللون الجميل الذهبي بتاعنا ده. زي ما انتم شايفين خدت لون حلو قوي قوي وريحتها كانت جميله جدا جدا وطعمها كان احلى كمان. احتفظي بيها بقى في علب هتقعد معاكي فتره طويله جدا. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتك ولو عجبتك بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك وتعليق جميل بيساعدني ومستنيه تطبيقاتكم وتقولوا لي ايه رايكم في وصفه النهارده. طبعا لو ما اشتركتيش يا ريت تنزلي تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يا رب تكون وصفة النهارده عجبتكم. مستنية تطبيقاتكم واشوفكم في فيديوهات تانية واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته. في رعاية الله وحفظه حبايبي. مع السلامة.